نروح للحالات التحكيميه لمباراه الهلال او الأخدود والهلال مع الكابتن عبد الله القحطاني. كابتن عبد الله مساء الخير. مساء الخير ابو الوليد، امسي على الزملاء معاك في الاستديو وعلى الساده المشاهدين. مباراتنا اليوم الاولى مباراه الأخدود والهلال. نشوف الحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 4 وهي حاله تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال، ولا يوجد تسلل في هذه الحاله. وراح نوضح جزئيه مهمه في ان الحكم على التسلل يكون ابتداء على الكره ومن ثم ثاني اخر منافس، بمعنى ان الحكم هنا نوقف احمد نلاحظ لو في تقدم من لاعب الهلال اللي هو مرر الكرة، لكن نلاحظ الكرة وين كانت، يعني في منتصف أقدام لاعب الأخدود. الآن الحكم يكون على اللاعب المتسلل على الكرة، ونشوف إن هنا لاعب الأخدود هنا بيقطع بيكون كاسل للتسلل مع الرسم اللي بيوضح معانا بعد عرض الحالة. نكمل أحمد ونشوف طبعا اللاعب هنا بالفعل كان مغطى من قبل لاعب الأخدود، لأن الكرة هنا تنفذت من بين الأقدام قبل وصول لاعب الهلال المتسلل، لذلك الهدف سجل بطريقة صحيحة ولا يوجد تسلل في هذه الحالة. نذهب إلى حالة في الدقيقة 13. هذه الحالة حالة مهاجمة بتهور، كان يجب على حكم المباراة أن يقوم بإنذار لاعب الأخدود، والسبب أن الحالة لا ترتقي للطرد لأن التلاحم صار في الجزء الأسفل من قدم لاعب الهلال ولم ترتفع عن كعب اللاعب. نشوف هنا على الأرض وقدم لاعب الهلال من الأسفل، لو كان هذا الاتجاه أعلى من الكعب مباشرة بيكون الطرد ملزم، لكن الحكم أيضا لم يوفق في إنذار اللاعب في هذه الحالة والعقوبة هنا ناقصة. نذهب إلى حالة في الدقيقة 16 وهي حالة عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال بداعي هنا المهاجمة بإهمال على قدم. هنا لاعب الهلال لاعب الأخدود هاجم بالقدم اليسرى وقطع الكرة بالرجل اليمنى. ناخذها فريم أحمد كمل. هذه ما لها إعادة أبو زيادة؟ لا طبعا لا أعيدت ولم هنا نشوف لاعب الأخدود هنا لم يقطع الكرة. كمل. وين الفار طيب؟ اتجه إلى قدم لاعب الهلال ومن ثم قطع الكرة بالرجل اليمنى بعد إعاقة لاعب الهلال. هذه الحالة لا يوجد لها إعادة نؤكد ولم يتم مراجعتها. هذه اللقطات خاصة في البرنامج نشوفها طبعا تفصيليا. نشوف هنا لاعب الأخدود، ناخذها فريم أحمد. نرجع نشوف كمل روح. نشوف هنا قدم لاعب الأخدود اليسرى وين راحت، على قدم لاعب الهلال اللي كانت مسيطرة على الكرة، أسقط اللاعب ومن ثم قطع الكرة بالرجل اليمين. هذه حالة إهمال يجب أن تراجع، واحتساب ركلة جزاء لنادي الهلال وإنذار لاعب هنا الأخدود، لأن هذه حالة منافسة ولا ترتقي للطرد لأنها حالة منافسة ويسقط الطرد إلى الإنذار لأن فيه تنافس. نذهب إلى حالة أيضا مهمة وهي حالة عدم إنذار للاعب الهلال بداعي المهاجمة بتهور، وبنأكد لماذا لا ترتقي إلى الطرد، لأن اللاعب طبعا تلامس بجزء محدود اللي هو هنا طرف القدم. لو كان كامل القدم على ساق لاعب الأخدود لابد أن يطرد اللاعب، وهذا السبب في عدم طلب المراجعة في الحالة الأولى اللي مع لاعب الهلال، وفي الحالة هذه إنها حالات مهاجمة بتهور. هذه مشابهة للحالة اللي صارت في السوبر أبو الوليد وطرد فيها لاعب النصر وقلنا الطرد غير صحيح لأن التنافس أو التلاحم محدود. هنا ارجع أحمد في الجزء الأمامي من القدم. كمل الحالات. بنرجع للحالة دي أبو زياد، الشباب يسألونك يتدخلون معك. تفضل أبو زياد كمل الحالة. نشوف الحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها هنا وهي طبعا ملامسة الكرة ليد لاعب الأخدود. نعم هناك لمس الكرة باليد ولكن لا يوجد خطأ في هذه الحالة. لاعب الهلال هنا لعب الكرة باتجاه يد لاعب الأخدود التي كانت في وضع طبيعي إلى جانب الجسم، عندما حس اللاعب سحب يده إلى الخلف في محاولة يعني تفادي هذا اللمس، ولكن الأكيد أن الحالة لا يوجد فيها تعمد ولا تكبير ولا فعل إضافي، لذلك لا يعاقب اللاعب في مثل هذه الحالات لأنها ليست من الحالات التي يعاقب فيها اللاعب في لمس الكرة باليد. نذهب إلى حالة أيضا في الدقيقة 72 وهي حالة جدا دقيقة من قبل الحكم والمساعد بعدم المغامرة بإعلان عن قرار رغم دقة الحالة. حارس الهلال قطع الكرة بالفعل بصدره بالرغم أنه كان لاعب الخدود يحجب الحكم عن الحالة، والمساعد كان في ظهر اللي هو حارس الهلال.
هنا طبعا تركوا القرار لو في شيء بيكون لحكام تقنية الفي ار، ولكن الأكيد أن حارس الهلال لم يرتكب مخالفة لمس الكرة باليد، لأن زي ما أسلفت لو قام بقطعها باليد بتكون العقوبة المستحقة هي الطرد لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف.